قسما بالله الكريم ممكن انا الشخص الوحيد بالعالم حاليا فرحان بسبب قرار اعتزال توني كروز على خطى زين الدين زيدان. وقرر توني كروز اعتزال كرة القدم بشكل رسمي بعد نهاية بطولة اليورو المقامة في ألمانيا لسنة 2024 بعز أداءه وعطاءه الأفضل في مركزه بالعالم حاليا، أفضل مما يظل عاهة على بعض الأندية المتواضعة بعمر ال 37 38 مثل البي اس جي، المان يونايتد، انتر ميلان، روما، يوفنتوس. وبالتالي يقرر الاعتزال بافضل واحسن الانديه بتاريخ كره القدم نادي ريال مدريد. الغني عن التعريف توني كروز حقق جميع الالقاب الممكنه، حقق لقب كاس العالم مع المنتخب الالماني، وحقق 5 القاب دوري ابطال اوروبا، و5 القاب كاس السوبر الاوروبي، و6 القاب كاس العالم للانديه، 4 القاب الدوري الالماني، و4 القاب الدوري الاسباني، ولقبين كاس السوبر الاسباني، ولقبين كاس السوبر الالماني. وداعيك عن